السلام عليكم. وعلاش تشريو الخبز ديال السندويتشات من الزنقه وانتم قادرين توجدوهم في الدار باسهل طريقه، كيجيو خفاف بحال القطن. وغنشارك معكم حتى الحشوه اللي كتجي معلكه ولذيذه بزاف، فضروري تجربوهم ونخليكم مع الوصفه. كناخذ هنا واحد لوبول كندير فيه 400 غرام ديال الدقيق، معلقه ديال الخميره، معلقه ديال السكر، الملح، 2 معالق كبار ديال الحليب مجفف، كنزيد 4 كاس ديال الزيت مع كاس ديال الماء دافي. كنعجنوا العجينه لمده 5 دقائق وحنا كندلكوا فيها حتى كنحصلوا عليها بهذا الشكل. كندهنوها بالزيت وكنغطيوها وكنخليوها حتى كتختمر. هنا من بعد ما اختمرت لي العجينه كنفرغ منها الهواء اللي كيكون فيها وكنقسمها كويرات، كل كويره درت فيها 90 غرام. بالنسبه للقياس كديروا القياس اللي بغيتو نتوما. كنقرصوها هكا شويه بالمدلك، ما نرقوش العجينه بزاف، وكنبداو نشكلوا السندويتشات ديالنا على هذا الشكل. كنستفهم في اللاطه ديال الفران، كنخليهم حتى كيخمروا لمده ربع ساعه. من بعد كندهنهم بالحليب، كنرشهم بالزنجلان وكندخلوهم الفران حتى كيطيبوا. غادي نحتاج 400 غرام صدر ديال الدجاج، غادي نضيف ليه التوابل، معلقه ديال الموطارد مع معلقه ديال صوص صوجا. كنشرملوه مزيان وكنخليوه نص ساعه كيترقد في الشرموله. من بعد كناخذ واحد المقله كنشحر فيها البصله حتى كتنزل، عاد كنضيف داك الدجاج وكنخليو كلشي حتى كيطيب مزيان حتى كيتعسل لينا على هذا الشكل. عاد كنضيفوا علبه ديال الكريمه السائله. جربوا هذه ديال الاولى، كتعطي واحد التعليكه ولذه الاطباق ديالكم يا سلام. كنديروا شويه ديال الفرماج محكوك من الفوق ورشيشه خفيفه ديال الاعشاب منسمه. كنغطيو على المقله ديالنا وكنخليوه حتى كيذوب داك الفرماج. هنايا من بعد ما خرج السندويتشات ديالي من الفران كيجيو هشاش بزاف. وهنا كنعمروا السندويتشات ديالنا بداك الحشوه وكنقدموهم بالصحه والراحه.